أن من أخر صلاة الفجر عن وقتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعقوبة عظيمة حقيقة. في البخاري حديث سمرة بن جندب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر، يذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، أول ما يرجع فإذا رأس المضروب عاد كما كان، يعطيه مرة ثانية بالصخرة ويتدحرج الحجر، يذهب يأتي به فإذا رأسه عاد كما كان، يعطيه مرة ثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنظر فزع، فعلا منظر مخيف، قال سبحان الله ما هذا يا جبريل؟ سأل جبريل في آخر الحديث قال ما هذان؟ فقال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. لماذا يضرب رأسه يا جماعة؟ النوم في الرأس في الغالب. تجد الواحد تقول له قم صلي، يقول رايخي رأسي ثقيل ما أستطيع أن استيقظ. الرأس الثقيل يعذب مثل هذا العذاب، الله يجيرنا وياك، والحديث رواه البخاري. ثم لاحظ هذا العذاب ليس عذابه في النار، هذا العذاب فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة. قال الله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، من هذا العذاب قبل أن يأتيهم العذاب الآخر.